قرارات ثورية منتظرة تزلزل الشارع الرياضي السعودي. فجر الناقد الرياضي إبراهيم العتيق مفاجأة مدوية من العيار الثقيل تتعلق بقرارات ثورية من جانب وزارة الرياضة بعد أزمة بطولة السوبر السعودي. وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قد أثارت الجدل قبل ساعات من مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين الأهلي والنصر بقرارها المدوي باعتبار الهلال مهزوما أمام القادسية في نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، مما دفع القادسية لإصدار بيان رسمي يؤكد فيه احتفاظه بحقوقه القانونية لحماية مصالحه الرياضية نظرا لعدم مشاركته في المباراة النهائية مباشرة. وتحركت وزارة الرياضة حيث طالب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بضرورة معالجة الجوانب التنظيمية المرتبطة بالقرارات الصادرة بشأن بطولة السوبر واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل استقرار تنظيم المسابقات. قرارات ثورية منتظرة. أشار العتيق في حسابه الشخصي عبر منصة إكس أنه يتوقع حل لجنة الانضباط ومضاعفة عقوبة الهلال عن انسحابه، وأوضح أن تدخل سمو رئيس اللجنة الأولمبية السعودية سيترتب عليه إرجاع حقوق المتضررين بإعادة نهائي كأس السوبر السعودي وإقامته في الرياض. يذكر أن اتحاد الكرة قام بتوجيه دعوة لمشاركة الأهلي في السوبر السعودي بدلا من الهلال، حيث لعب الراقي في نصف النهائي ضد القادسية وفاز ب5 أهداف مقابل هدف ليصعد للمباراة النهائية ويحصد اللقب بعد تخطي النصر بركلات الترجيح.